السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بونسوار، مسيو صالح معي؟ بسورين. يا أهلا مسيو. يا أهلا مسيو، طمني عنك، إن شاء الله سبا. والله أنا سبا. الحمد لله. معاك محمد من لبنان، أعطاني رقمك شاب رفيقي عن طريق مسيو أبو إسماعيل. الله يسعدك فيك يا أبو إسماعيل. مسيو أنا معي شوية مصاري جبتهم معي من لبنان وحبيت استثمر هون بالبلد أنا ورفيقي، هو من عندكم هون من الأردن. ايه بدي شيء عالمي بمواصفات عالمية خيي، يعني ما بدي شيء زي ما بتسموه انتو سبهلله يعني. سبهلله، منين جايبها سبهلله؟ لك ما هو رفيقي دايما بيحكي لي بدنا نفتح شيء منه سبهلله، فتعلمت منه وقلت بجربها. يلا خير ان شاء الله. حلوة ولا منا حلوة؟ لا حلوة. انت فهمان علي شو بحكيك ولا منك فاهمني؟ انا فهمان عليك كل شيء. لاني شايفك مبسوط ما شاء الله. والله. خيي بس بدي اسألك بما انك مبسوط، اول مرة قالوا لي انه انت ابو عبيد، ثاني مرة قالوا لي انت ابو جمال، فانت ابو مين فيهم؟ ابو اثنين. يعني كل يوم بواحد؟ كل 3 دقائق. هيدي حلوة. مخبز معصوم هذا مشهور يعني ولا بس بالحارة تبعتكم؟ بس بالحارة تبعتنا. لأنه أنا بصراحة كنت بدي روح على مخبز معروف، بس حبيت أدعم المنتج المحلي عشان المقاطعة وهيك، عرفت علي؟ إيه بس يعني ما بعرف، أنا هلأ بدي 1000 رغيف يوميا تقريبا، وبدي بالافتتاح 10000 رغيف. ما في مشكلة. يعني بتقدر تأمن لي إياهم هولي؟ بكون جاهزات بإذن الله. انتوا التغليف عندكم والباكجينج وهيك بتحطوه بأكياس بلاستيك ولا بكرتين بيضة؟ لا بأكياس بلاستيك. المقصد انه بدي شيء يعني يكون زي ما تقول عالمي، ما بدي خبز زي الكراتين. يا سيدي انت احكي لي شو بدك انا جاهز. ايه هلا بقول لك معناته. هلا بدي تدهن الخبزة بزوج جوز الهند عشان ما ينحرق. طيب. وبدنا الخبز يكون لونه واحد، لا محروق ولا فاتح، يعني لون متساوي زي ما بيعملوه بلبنان، مش مثل الخبز اللي بيطلع عندكم من جهة محروق ومن جهة ابيض. عملت تست للخبز عندكم منه زي ما بدنا. فهمت عليك. بدي الخبز يضل طري 3 ايام بدون ما ينشف. باذن الله. بقدر ابعث لك المهندسة اللي اجت معي من لبنان عشان تاخذ قياسات الخبز اللي عندكم، لانه نحن بدنا قياسات معينة. هسه هي تحكي لي، انا ما عندي مشكلة، هي تحكي لي قديش بدها قياس، احنا بنجهز على الضوء. الخبز عندنا بلبنان بيجي ملفوف جاهز، يعني بنسقط فيه الشاورما تسقيط،